بنعمة المسيح وبإرشاد روح الله نأخذ بعض التأملات الروحية حول قوة موت المسيح. قوة موت المسيح. مكتوب هكذا: أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد، أي لدرجة أنه أمات ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به، بل تكون له الحياة الأبدية. في هذه الأيام المباركة ينبع لنا ينابيع التأملات الروحية العميقة، والتي تدفعنا نحو حياة التوبة والعمق الروحي مع الرب الإله، حيث نتعرف على محبة المسيح الفائقة المعرفة، الذي أحبنا فضلا، أحب خاصته الذين في العالم، أحبهم حتى المنتهى، حتى الموت، موت الصليب. إنه زمن الحب، كل الحب، بل هو أعظم حب، لأنه ليس حب أعظم من هذا، أن يضع أحد ذاته، أن يميت أحد ذاته من أجل أحبائه. حب أبدي دائم لا ينتهي، محبة أبدية أحببتك لذلك أدمت لك الرحمة. بل هو حب شخصي جدا، فكل الأحداث التي نسمع عنها في آلام المسيح حتى الموت هي شخصيا لك، وإن كانت هي لكل الكنيسة لكن هي لك أنت شخصيا، الذي أحبني وأسلم ذاته لأجلي يا سيدي. زي القديس يوحنا ذهبي الفم يقول: لو لم يكن في العالم غيري يحتاج إلى الخلاص لكان المسيح بكل يقين مات عني وتحمل كل هذه الآلام لأجلي. ومقابل هذا الحب العجيب والغريب فإننا نتتبع المسيح في كل تحركاته، نصعد معه بقلوبنا وأفكارنا من أورشليم إلى جثيماني، إلى الجلجسة موضع الجمجمة، حيث الصليب والموت، ونرسل له تسبحة الغلبة والنصرة، نقول للرب: لك القوة والمجد والبركة والعزة إلى الأبد أمين. يا عمانوئيل إلهنا وملكنا مخلصنا الصالح، نقول له: ها قد تركنا كل شيء وتبعناك، حيثما ذهبت نذهب، وحيثما بت نبيت، حيثما مت نموت، وهناك ندفن، هناك عند الصليب المحيي خشبة الموت، هناك ندفن معك. هناك عند الصليب المحيي خشبة الموت بنلتقي مع المسيح ويلتقي المسيح بينا، بنلتقي مع المسيح النور الحقيقي بالظلمة التي فينا فيبددها. مسيح القدوس البار بالظلمة
بالإثم والشر الذي فينا فيسحقه. المسيح الحياة والوجود، بالموت والعدم الذي فينا فيبتلعه إلى غلبة. هناك عند الصليب نرى الغلبة على الموت، فنهتف مع معلمنا بولس الرسول ونقول: أين شوكتك يا موت، وأين غلبتك يا هاوية؟ لقد ابتلع الموت إلى غلبة. بالموت داس الموت، أي بموته داس الموت، والذين في قبور خطاياهم أنعم عليهم بالحياة الأبدية. قبل الصليب كانت البشرية كلها في حالة موت في نظر الرب الإله. إيه هو الموت ده؟ وكيف دخل الموت للبشرية؟ الله خلق الإنسان للحياة لا للموت، خلقه ليحيا في شركة دائمة مع الله، شركة لا تنتهي. عشان كده الله قال: نخلق الإنسان على صورتنا كشبهنا، على صورتنا، لكي يشتاق الإنسان أن يكون مثل الله. يشتاق الإنسان أن يصل بالصورة التي يراها في شخص الله، يشتاق أن يكون مثله. الله قدوس والإنسان مخلوق للقداسة، فيشتاق الإنسان إلى القداسة دائما. الله كامل والإنسان مخلوق للكمال، فيشتاق إلى الكمال دائما. هكذا تحرك دائم نحو الله. لكن من أين للإنسان المحدود أن يصير مثل الله غير المحدود؟ فالإنسان محدود والله الخالق غير محدود. لذلك اشتياق الإنسان أن يكون مثل الله اشتياق دائم بلا حدود ولن ينتهي، حركة دائمة دائبة نحو الله، وهي دي الشركة مع الله، هو ده الوجود الدائم والحياة مع الرب الإله. هو ده اللي عايزه ربنا. اشتياق الإنسان أن يكون مثل الله هو ده الطعم اللي وضعه عدو الخير في صنارة الموت لكي يصطاد الإنسان ويميته. فالله أوصى الإنسان قائلا: من كل شجر الجنة تأكل، أما من شجرة معرفة الخير والشر فلا تأكل منها، ويوم أن تأكل موتا تموت. وجاء عدو الخير ويسأل المرأة: أحقا قال الله لا تأكل من كل شجر الجنة؟ فقالت: الرب قال من كل شجر الجنة نأكل، أما شجرة معرفة الخير والشر قال الله لا تأكل منه ولا تمساه لئلا تموتا. فرد عدو الخير وقال: لا، لن تموتا، بل الله عالم أن يوم تأكلان تصيران مثل الله عارفين الخير والشر. وضعين: وضع كلام الرب الإله وكلام عدو الخير. الرب الإله ينبه ويحذر الإنسان من معرفة الشر لئلا يموت،
وعدو الخير يغوي الإنسان بمعرفة الشر لكي يصير مثل الله. وما كان الإنسان يأتي بذهنه فكر الشر. الإنسان ما يعرفش الشر في وقتها. الإنسان في وقتها مخلوق للخير فقط. هل كان يعرف أن الشر عكس الخير؟ هل كان يعرف أن الموت عكس الحياة؟ وماذا تحمل الشجرة لكي تعطي المعرفة المزدوجة للخير والشر؟ بالطبع الشجرة لا تحمل شيء. الموضوع كله يرجع للإنسان وخضوعه وطاعته للرب الإله. الأكل من الشجرة هو كسر الوصية وهو ده الشر، وعدم الأكل من الشجرة هو طاعة الوصية وهو ده الخير. وهنا تقدم عدو الخير بمشورته: لا لن تموت بل تصيران مثل الله عارفين الخير والشر. بهذه المشورة فتح عدو الخير للإنسان باب للوصول إلى الله، الوصول لما يشتاق إليه بدون عقاب، بدون عقاب الموت. فتح له الباب الألوهية موضع اشتياقه دون عناء. طب وهل معرفة الشر لو أضيفت إلى معرفة الخير اللي في حياة الإنسان تجعله مثل الله؟ هل الله الخير له معرفة بالشر؟ وهي دي الأكذوبة اللي وضعها عدو الخير ليسهل للإنسان أن يعرف الشر. طالما الله بيعرف الشر يبقى ليه أنا ما أعرفش الشر؟ تصيران مثل الله عارفين الخير والشر. أنا أعرف الخير بس باقي لي الشر. ما دام الله بيعرف الشر يبقى ليه أنا ما أعرفش الشر؟ بيسهل للإنسان أنه يعرف الشر. الخطوة الثانية في هذه المشورة أنه بيشجع الإنسان أنه يكسر الوصية ويأكل من الثمرة. فقدم له الله أن هذه هي تدبير الله بالنسبة لك، أو إرادة الله بالنسبة لك، أو هذه هي فكر الله، بدليل أنك أنت مخلوق على صورته ومثاله. ما دام أنت على صورة الله ومثاله ربنا عايزك زيه عشان تبقى زي الله عارفا للخير والشر. تأكل من الشجرة فتصير مثل الله عارفا للخير والشر. يبقى الأكل من الشجرة ليس هي كسر الوصية، إنما هذه هي إرادة الله، بدليل أنه خلقك على صورته ومثاله. ولكي يشجعه أكثر ويحفزه لقبول المشورة التي لعدو الخير، أظهر الله كمنافس يخشى أن يكون الإنسان مثله. الله عالم أنك يوم أن تأكل تصير مثل الله، عشان كده ربنا وضع عقاب عليك لكي لا تمد يدك وتأكل فتصير مثله. سهل له الشر لأن الله يعرف الشر، وشجعه أن يأكل من الثمرة لأن هذه إرادة الله أنه خلقك على صورته، وحفزه لقبول المشورة لأن الله منافس يخشاك فوضع عقاب الموت عشان ما تأكلش. فأكل وسقط الإنسان ولم يستطع أن يتصل بالله لأنه صار عريانا من سترة النعمة. ما هو عريان من الأصل. إيه اللي حصل؟ في تغيير.
لأن العين تنظر والعقل يترجم نظرة العين. لما كانت العين فيها كلها خير كانت الفكر كله خير، فالنظرة كلها خير. لكن أصبحت هناك معرفة للشر فصارت العين شريرة، وإن كانت عينك شريرة فجسدك كله يكون مظلما، فلم يستطع أن يتراءى أمام الله، لم يستطع الشركة مع الله، فقد شركة الله، فقد الارتباط بالله، فقد المعاملة مع الرب الإله، وانفصل عن الله. الله هو الحياة، حياة الله هي اللي بتحيي الإنسان، لأنه بالرب الإله نحيا ونتحرك ونوجد، وبدون الارتباط بالله لا في حياة، لا في حياة ولا في حركة ولا في وجود. فكان الموت هو الحتمية المريرة لحياة الإنسان. بإنسان واحد دخلت الخطية إلى العالم، وبالخطية الموت، وهكذا اجتاز الموت إلى الجميع إذ أخطأ الجميع. اجتاز الموت إلى الجميع. قبل الصليب كان كل البشرية في عين الله هي مائتة. اجتاز الموت إلى جميع الناس إذ أخطأ الجميع. إيه هو الموت ده؟ الموت صورة منه أنه موت جسدي، لأن الإنسان من تراب الأرض، ونفخ الرب الإله في نسمة حياة فصار نفسا حية. فالإنسان روح عاقلة وجسد ترابي. ولما أخطأ الإنسان فكان عقاب الموت، لأن الذي يخطئ موتا يموت. طب عقاب الموت صورته إيه؟ ربنا قال له كده: بعرك وجهك تأكل خبزك إلى أن تعود إلى الأرض التي أخذت منها، لأنك من تراب وإلى تراب تعود. فصار الجسد كيانا هشا يتسلل إليه المرض ويضعفه الزمن حتى يعود إلى التراب الذي أخذ منه. الموت مش موت جسدي، موت روحي، لأنه انفصال عن الله. صارت خطاياكم فاصلا بيني وبينكم، لأن الخطيئة مش من طبيعة الله. الله قدوس، الله بار وكامل، الله نور. الخطيئة دي نجاسة وظلمة وإثم وشر. في مخاصمة، في هوة عظيمة بيننا وبين الله، انفصال عن الرب الإله. صارت مخاصمة بين السماء والأرض. عشان كده الرب لما صالحنا بالصليب كان الله في المسيح مصالحا لنفسه العالم، غير حاسب لهم ايه؟ خطاياهم. في مخاصمة وانفصال كامل. هو ده الموت الروحي. وكان ايضا الموت الادبي، موت جسدي وموت روحي وموت ادبي. الموت الادبي ضاعت كرامة الانسان بعد ما كان سيدا وملكا، تاج كل الخليقة، ناطقا عاقلا حرا مريدا مقتدرا قديرا حسن جدا في عيني الرب، كله ضاع. صار عبدا ذليلا للخطية والموت وعدو الخير. انت بعرق وجهك تأكل خبزك، شوكا وحسكا تنبت لك. بالتعب تعيش، تتعب ولا تعطيك الأرض قوتها. يعني هتشجى ومش هتاخد شجاك، وهتتعب ومش هتاخد تعبك. ويوم ما تنتج لك الأرض شوكا وحسكا، يعني آلاما ومرارة،
تنبت لك الأرض. موت أدبي. الموت موت أبدي. عشان كده قيل مبارك ومقدس من له نصيب في القيامة الأولى. هؤلاء ليس للموت الثاني سلطان عليهم، لأن الخطية طالما موجهة ضد الله الأبدي فهي موت أبدي، طالما لم يكن هناك خلاصا، وطالما لم يكن هناك رجوعا للرب الإله. موت جسدي وموت روحي وموت أدبي وموت أبدي. عشان كده الموت كان رعب، خوف في داخل النفس. قيل في العبرانيين الذين خوفا من الموت كانوا جميع أيام حياتهم تحت العبودية. موت، فكانت النفس ترتعب من عبارة الموت. والرب الإله لم يترك العهد القديم بلا شاهد للغلبة على الموت، كما قيل عن أخنوخ: بالإيمان نقل أخنوخ لكي لا يرى الموت. زي ما أرسل الرب الإله لإيليا مركبة تعبر به نحو السماء جسده حيا لكي لا يعبر عند الموت، أو لا يعبر الموت عنده. لما أقام الرب الإله لعازر بعد موته وتحلل جسمه جرد الموت من سلطانه، من قوته، جعله خرافة. أقام الأعضاء النتنة غضة تفيض بالحياة، لأنه هو سيد الموت، هو القيامة التي جاء مخصوصا لكي يغلب لنا الموت. ومكتوب في العبرانيين: إن استشارك الأولاد في اللحم والدم اشترك كذلك هو فيهما لكي يبيد بالموت من له سلطان الموت ويعتق أولئك الذين خوفا من الموت كانوا جميعا كل أيام حياتهم تحت العبودية. احنا لنا طبيعة واحدة، طبيعة جسدية، لحم ودم. اشترك المسيح في طبيعتنا بالتجسد، أخذ طبيعة البشر، الجسد، اللحم والدم، لكي من داخل الطبيعة البشرية، من عمق البشرية نفسها، يحقق كل خضوع وطاعة وبذل ومحبة وعطاء. الإنسان لم يستطع أن يطيع، جاء الرب يسوع خاضعا ومطيعا حتى الموت، موت الصليب. الإنسان اشتهى أن يكون مثل الله بدون الشركة مع الله، فاشترك الله مع البشرية وصار مثل البشرية. عظيم هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد، صار إنسانا وحل بيننا، وخضع وطاع وقدم نفسه، قدم نفسه بإرادته إلى الموت. لم يكن الموت حتمي على الرب يسوع ككل البشر. البشرية بالطبيعة يجي لها لحظة ولازم تموت. الرب يسوع ما جاتش ساعة الموت لكي يموت، ده قدم نفسه للصليب بإرادته، دخل إلى الموت بإرادته. موته إرادي، لي سلطان أن أضعها ولي سلطان أن أخذها، لا أحد يأخذها مني، أنا أضعها من ذاتي. كان ممكن ما يموتش لأنه هو الحياة. الموت ليس له السلطان عليه، لأن الموت قائم على الخطية، الخاطئ موتا يموت. والرب يسوع قدوس وبار، انفصل عن الخطاة وصال أعلى من السماء. رئيس الموت اللي هو رئيس العالم يأتي وليس له فيه شيء.
لكن الرب يسوع قدم نفسه بإرادته ذبيحة حب عن خلاص البشرية، بذلا للذات وليس إيجادا للذات، تضحية بكل ما له، بكل حياته، بكل نفسه، بكل ذاته. مثل هذا الموت الذي ماته الرب يسوع أحدث تناقضا داخل الموت، أفقد الموت سلطانه وقدرته وسطوته، ذاب الموت في قوة الحياة التي في المسيح. المسيح هو الحياة، والحياة هي الأصل، والموت دخيل. لما دخلت الحياة اللي هو شخص الرب يسوع إلى الموت، ذاب الموت داخل الرب يسوع. استنفذت طاقة الموت في الموت الإرادي الذي للرب يسوع، فمات الموت، انتهى الموت، هدم الموت إلى الغلبة، إلى النهاية، ولم يعد هناك موت. أخذ الذي لنا الموت وأعطانا الذي له الحياة. اللي باقي للموت فينا تلك الخيمة، جسدنا. تأتي لحظة والرب يسوع ينادي على كل واحد منا: كفاكم قعودا في هذا الجبل، اجمع خيمتك وارحل. فتنفض النفس تلك الخيمة وتتركها من تراب إلى تراب تعود. أما نفوسنا الحية بالرب يسوع، نفوسنا الحية بالمسيح يسوع، ليس للموت نصيب فيها. لا ترى قبرا ولا ظلمة، بل من نور إلى نور، من مجد إلى مجد. تنطلق من عالم الغربة إلى عالم الحياة، في كورة الأحياء إلى الأبد. وهنا نقطة لازم نقف عندها. إن كان الرب أخذ موتنا لكي يعطينا الحياة التي له، فإن كنا نريد الحياة التي فيه، فلا بد لنا أن نجتاز الموت مع الرب يسوع. الرب حمل موتنا وأنهى على قضية الموت، فذاب الموت ولم يعد له استطاعة بعد. ليس موت لعبيدك يا رب، بل هو انتقال. لكن عشان نحيا في الحياة التي في المسيح، نجوز الموت مع الرب يسوع، اللي بنسميها الإماتة اليومية. من أجلك نمات كل النهار، قد حسبنا كغنم للذبح، وفي هذه جميعا يعظم انتصارنا بالذي أحبنا. إنه موت الذات، الذات التي نقول عنها مع المسيح: صلبت لأحيا لا أنا، بل المسيح يحيا فيا. لا أنا، انتهت أنا دي. الأنا دي اللي أماتتنا خلاص صلبت مع المسيح. الحاجة الغريبة أن الرب علمنا نحب الأعداء لكن نبغض ذواتنا، لأن من يحب نفسه يهلكها، أما من يبغض نفسه في هذا العالم فإنه يحفظها لحياة أبدية. إيه تاني غير إماتة الذات؟ إماتة الجسد. صلبت مع المسيح لا أحيا لا أنا، بل المسيح يحيا فيا، دي إماتة الأنا. لكن إماتة الجسد، الذين هم في المسيح يسوع قد صلبوا الجسد مع الأهواء والشهوات. فإن كان لنا في أنفسنا حكم الموت، فلنحسب أنفسنا أمواتا عن الخطايا، ولكن أحياء في المسيح يسوع ربنا. إماتة لهذا الجسد، وإماتة لهذه الذات، وأخيرا إماتة للعالم. فحاشا لي أن أفتخر إلا بصليب ربنا يسوع المسيح، الذي به صلب لي العالم وأنا للعالم. إنه الشركة في الإماتة مع الرب يسوع. فالرب جاء
وأخذ طبيعتنا لكي من داخل الطبيعة البشرية يعطينا قوة النصر على الموت، فذاب الموت ومات الموت. وإن كنا نريد أن نحيا في الحياة التي في المسيح يسوع، فعلينا أن ندخل في الموت الإرادي مع الرب يسوع، نميت ذواتنا، نميت أجسادنا الشهوات والعالم، نميت كل ما في داخل العالم فينا، فنحيا للرب يسوع، له المجد في كنيسته الأبدية.